بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هتكلم معاكم عن حاجة لسه مكتشفها مؤخرا. أه بصراحة روعة روعة بجد. هي هتوصلكم لاحتراف الثغرة عن طريق ان اي ريبورت، اي رايت اب، اي فيديو، اي حاجة، الموضوع يبقى بالنسبة لك بسيط جدا، وبتخلص كم مصادر رهيب في مدة صغيرة، وكمان وانت بتستمتع وانت بس بتسمع. هوريكم النهارده انا ازاي بعمل كده باستخدام نوت بوك ال ام. يعني الموضوع بصراحة محسسني ان انا ممكن اخلص كل الريبورتس والرايت ابس بتاعت اي ثغرة. مثلا اديني مثلا شهر واديني 1000 ريبورت ولا رايت اب ممكن اخلصه. ما تقولش ازاي بس تعالوا اوريكم مثلا ازاي الموضوع ده بيحصل. والفيديو ده مش مترتب له، وغالبا هو مفيش سكريبت، وغالبا مش هيبقى فيه مونتاج بس غير حاجة بسيطة خالص. فايه تعالوا بس نشوف الطريقة. اول حاجه مثلا خلينا نقول انت عندك هنا مثلا ريبورتس كتيره، مجموعه من الريبورتس، قلت مثلا عايز تفتح الريبورتس دي وتشوف الدنيا فيها عشان تذاكرها وكده. طبعا انت المفروض تذاكر فوق مثلا ال 100 رايت اب، 100 ريبورت على 50 رايت اب لاي ثغره عشان تقول لي انت بقيت كويس مثلا فيها، او تقدر تتخطاها يعني على الاقل بعد طبعا ما تذاكر حاجات اساسيه. مثلا قلت هتفتح اي حاجه، مثلا فتحت مثلا ده اي حاجه، وتيجي مثلا ايه، تقوم عامل مثلا، مش مهم تعمل تحديد، يلا يا عم كوبي الصفحه كلها، البيج كلها، كنترول ايه، كوبي، تقوم جاي على دي اهو اضافه. طبعا انت ممكن تضيف اللينك، بس هو اوقات بيبقى فيه مشاكل من هاكر 1 اللي هو يشوف الحاجات بالظبط. فانت عادي خالص اهو، حتى نص اهو، يلا اديت النص، هو هنا هيظبطه وهيعمله في ثواني وخلاص، الدنيا بسيطه خالص. ومثلا عايز تضيف التاني النص اهو، مثلا كنترول ايه، تضيفه وزي الفل خالص. طبعا لو انت عندك بقى رايت ابس ممكن طبعا تضيف اللينك، او حتى لو ما في مشاكل في اللينك تضيف الكلام زي الفل، بس احنا بس بنقول من هنا مثال. وتخليه مثلا يعمل لك بقى مقطع صوتي، تظبط انت اعدادها زي ما انت عايز. ولو انت مثلا سبتها كده لوحدها عادي من غير ما تعمل اي حاجه، ومش هتعمل انجليزي، سنة هيتعمل بالعربي. تقريبا عشان اللغه عندي عربي يعني في النوت بوك ال ام. بس ايا يكن حاجه في غايه الروعه. وانا هوريك بقى دلوقتي مثلا مثال على 18 مصدر كنت عامله هنا مثلا. انا مثلا حطيت كل الحاجات دي كانت نسخ كوبي بس يعني مش لينكات اساسا، وحتى ممكن تحط لينكات براحتك. وبعد كده قلت له هنا اكتب لي ال 18 ريبورت دول في الجدول مثلا بالشكل ده، اللي هو ايه، بالشكل مثلا بتاع الدراسه اللي احنا طبعا بتذاكر بيه مثلا ايدور او كده، اللي هو الفولنربيلتي والامباكت والبارامتر والميثود وكل الكلام ده. نسخت له حبه من هنا، قلت له ايه، يكتبهم لي. فهو طبعا هبل هنا حبتين بس نزل تحت في الاخر قام مظبطهم لي. هتقول لي مثلا هو هنا حاطط كلام مش مظبط لك، يا عم عيش روح لشات جي بي تي قول له يظبطه واديله اللي هو مهبل فيه، هتلاقي شات جي بي تي يظبطه. يعني الدنيا بسيطه خالص يا جدعان، والله الدنيا بسيطه خالص. فبعد كده تقوم قايل له ايه، اعمل لي بودكاست او اعمل لي مقطع صوتي. هتلاقيه بيعمل لك، بيشرح لك ال 18 مصدر او 18 ريبورت. حاجه في غايه الروعه. يعني في الاول انت كنت بتروح تشوف الريبورت تبص عليه، مثلا تبعته لشات جي بي تي يشرحه لك بالعربي، وتقعد برضه انت تقرا بالعربي. انا من الناس اللي بحب اسمع كتير. حتى كنت بتناقش شويه مع ناس صحابي، كنت بقول لهم والله يا سلام لو انا مثلا بحب طبعا اسمع كتير مثلا بودكاستات او حاجه زي كده، رايح مثلا مشوار مش مركز في حاجه، بلعب حاجه مش محتاج اركز قوي يعني، وعايز مثلا اراجع. فكنت بقول يا سلام لو لو في مثلا ريبورتس او رايت ابس حد مثلا بيقراها عليا قبل مثلا ما انام، ريبورتس ورايت ابس حد مثلا ايه بيقراها عليا. كنت بقول يا سلام لو في حاجه زي كده، قلت ان شاء الله بعمل حاجه زي كده. بعد كده ده الكلام ده من كام شهر. بعد كده ببص ايه ده، طب ما دي سهله اهي. فعلا عملتها وفعلا طبقت كل ده. هتدي له كل المصادر اللي انت عايزها، 5 دقائق 10 دقائق تظبط الحاجات دي وتنسخها وكده، وتستناه يعمل لك الفيديو، او يعمل لك، وكمان ممكن يعمل فيديو يعني دي حاجه روعه. وتستناه يعمل لك الملخص وتسمع، وممكن تقرا دول كمان او تحطهم عندك في النص. إيه الجمدان ده. وكمان ممكن تقول بقى لا انا بحب اقرا لنفسي، خلاص يا عم ممكن تقراهم، وبعد كده وانت مثلا بتراجع بتعمل حاجه قدام مش مهمه خالص او مش محتاج فيها كل تركيزك، تخليه برضه يراجع لك على قرايتها. يعني بصراحة الفيديو ده ما كنتش محضر له، بس من روعة التول دي، واللي خلتني بجد افكر خلاص انا اي ثغره مثلا دلوقتي مثلا بذاكر ايدور ومثلا وبروكن اكسس كنترول، اديني كده شهر كمان وتقريبا ممكن ما اسيبش رايت اب او ريبورت يعني ان شاء الله غير لما اكون مثلا سامعهم او مخلصهم مثلا بال سمعا. مش عارف اقول ايه بس ما علينا. فحبيت بس اشارك معاكم الطريقه دي. وطبعا اي حاجه هنا هيطلع لك هو غلط، روح مع شات جي بي تي يظبط لك الدنيا، يعني خليك سلس كده في الكلام. وطبعا خرائط الزهريه، يعني هو مثلا هنا كان بيقول لك ايه، 18 ريبورت دول كلهم كان ملخصهم اللي هو ايه، واحد بيكشف معلومات، واحد بيعدل، واحد بيحذف. فتشوف ده مثلا ده بيقول لك كان بيعدل على دول، وده كان بيقول لك
جمدان يا جدعان، الناس كانت ازاي بتذاكر قبل ما الحاجات دي تبقى موجودة يعني. فحبيت بس اشارك معاكم الطريقة، واتمنى تكون مفيدة. واكيد انت طبعا ممكن تضيف فيديو، ممكن تضيف اي مقاله من اي حته، مش شرط يعني رايت ابس او ريبورتس بس. وكمان خصوصا الفيديوهات مثلا اللي بالانجليزي، الناس اللي عندها مشكله ان هي تفهم بالانجليزي تضيف له الفيديو عادي. او حتى الناس اللي بتسمع بالانجليزي كويس تضيف له الفيديو عادي، تقول له والله انا في التايم لاين الحته دي ما فهمتهاش كويس، اشرحها لي بالعربي. اعمل لي فيديو، اعمل لي مقطع صوتي لخص لي مثلا فيديو، مثلا الفيديوهات الكبيره مثلا اللي بتشرح الايدور، او تطبيق عمل عليها اللايف هاكينج. الفيديو مثلا ساعتين، انا مثلا بعدها اقوم عامل اللي هو مقطع صوتي، تلاقيه في ربع ساعه لخص لك الساعتين، والدنيا زي الفل تراجع على كل اللي فات. مثلا انت عايز تراجع على فيديو كبير زي ده، تراجع بالطريقه دي. طبعا اكتر من حاجه تقدر تعملها، من بس اديله مصدر وعيش. طبعا ممكن تعمل كده ايه من الاول، حاجه برضه هتساعدك، كان في فيديو باشمهندس غريب الشيخ. روح على جيميناي الاول، قول له مثلا عايز اذاكر حاجه زي كده، هيديك اي كلام في الاخر، هيقول لك المصادر، خد بقى المصادر دي اديها لنوت بوك ال ام، وتناقش بقى معاه وعيش، وقول له يعمل مقطع صوتي وظبط الدنيا خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.